السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في قناتكم. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم المكرونة بالصلصة البيضاء اللي كتجي لذيذة بوينو على حسب الطريقة ديالي أنا كيفاش كتجي. أول مرة غادي نبدا معكم غير خفة نزربن هكذا باش ما يجي يكونش الفيديو يعني طويل. غادي نعمل هنايا واحد الكاسرونة ديال الماء، غادي نضيف عليها هاد المكرونة هادي، اي سباكيتي ديال هاد النوع هذا. غادي نعمل على حسب الكميه اللي بغيت انا، يعني نتوما كتعملوا يعني على حسب الافراد الاسره ديالكم هكذا. وغادي نخليها تغلي فوق البوطه 6 ديال الدقائق وغادي نطفيلها. ثاني حاجه اللي غادي نعملوها، شبرت الصدره ديال الجداد قطعتها على هاد الطريفات بحال هيدا كيف ما كتشوفوا، وشحرتها مع الزيت ديال الزيتون والثومه وشويش ديال الملح والابزار. خليتها تشحرت ولات معنا بحال هاد الشكل هذا وطفيت لها البوطه صافي. وثالث حاجه عندي هنايا شبرت الشامبينيون اللي قطعته على قطع صغار بحال هكذا، وعملت له شويه ديال الزيت ديال الزيتون، يعني الزيت كيبقى اختياري. وعملت هنايا الثومه، من احسن كثروا في الثومه، هنايا عملت واحد 3 ديال الدريسات ديال الثومه والملاح والابزار، وخليتهم يتشحروا هيدا واحد شويه. ودابا غادي نضيف 2 معالق كبارين ديال الطحين، وغادي نبقى نحرك هكذا في ديك الطحين مع الشامبينيون. من بعد عندي هاد الكريمه ديال الكوسينه، ماشي داك الناطه اللي كنطلعوا بها الطارطه ولا هذيك، يعني كريمه ديال الطبخ. غادي نعمل هنايا واحد 200 مليلتر او 200 غرام، وغادي نبدا نخلط بحال هاد الشكل هذا. يعني كريمه كتعبلوا على حسب عينكم وميزانكم، على حسب لاباط شحال عملتو. كنعلي واحد شويه بوطه، كنبقى نخلط هيدا واحد شويه بشويه. الكريمه يعني ملي كتبدا تغلي كتبدا بحال اللي كتثقل، غادي نزيدوا لها كيف ما كتثقل بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. غادي نزيدوا لها الحليب، يعني كتزيدوا الحليب على حسب الكميه ديال الكريمه اللي عملتو. الا خويتي الحليب وجاتك خفيفه بغي باش تثقله، زيد لها واحد مغروفه اخرى ديال الطحين. وإلا جاتك بحال هيدا ثقيله كتخفف بالحليب، يعني على حسب انتينا وكيفاش شنو كيعجبك. وهنايا عندي جوزه، عرفتوا الجوزه كيفاش كتعطيها واحد المذاق واو ما تشبعوش منها، كتجي كتحمى. صافي عملت له هنايا جوزه، وغادي نكمل التحريك وانا في نفس الوقت كنقيس من الملح. بالنسبه للملح غادي نزيد هنايا الملح، حيت جاتني بحال مسوسه. كيف ما كتشوفوا هنايا ملي كتبدا بالغليان بحال هذا الشكل هذا، هنايا كنزيد لها الجبن. انا عندي هنايا الجبن موتزاريلا، بقاو نتوما على حسب الذوق ديالكم، اي جبن عملتوه كيجي مزيان. حتى كتحسوا بها بدات كتثقل واحد شويه باش كتجي مع الكبد الجبن كيف ما كتشوفوا. صافي غير تختار معنا على هذا الشكل هذا، غنطفيو البوطه. صافي هنايا المرحله الاخيره، هنايا كيف ما كتشوفوا صفيتها من ديك الماء ديالها اللي طابت فيه، ومن بعد غسلتها بالماء بارد وخليتها كتقطر. ودابا غادي نضيفها على هاد لاصوص ديالنا، غادي نخلطوا الكل بحال هكذا. وفي الاخر غادي نضيف لها هاد الجداد هادو اللي عندنا، غادي نخلطوا كلشي مع بعضياته هكذا وكتكون عندنا واجده. دابا غادي نغرفها هنايا في الطبيسه باش تشوفوا كيفاش كتجي يا سلام الروعه. وصافي وهنايا غادي نزوقها قليل من الجبن. كان هذا هو الطبق ديالنا اليوم، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوه، غادي يعجب الكبير والصغار. وخليتكم ان شاء الله في امان الله حتى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.